طريقة جاريث بيل، ربما بالقدم اليسرى يسدد بشكل قوي، يفعل ذلك. جول أول لريال مدريد، هدف أول لريال مدريد يأتي بقذيفة من جانب جاريث بيل يسجل. نعم، اللاعب الذي يقول عنه كابيلو لديه سرعة خوانيتو وقوة روبرتو كارلوس، يأتي بالهدف الأول. يسجل جاريث بيل والفريق الملكي كما كان متوقعا وكما كان منتظرا يأتي بالهدف الأول. هو يبحث عن القدم اليسرى وبالتالي وسع لنفسه وسدد الكرة، ما كانت قوية ولكنها ركنت بصورة جميلة. شوف المناظرة، هو عندما ناظر انتهت الأمور خلاص، وبالتالي سدد الكرة، ما كانت قوية ولكنها كانت مركونة في الزاوية البعيدة. يأتي الهدف الأول. هذه محاولة عن طريق كريم بنزيما، محاولة المرور في المرة الأولى والتسديد بعد ذلك. جول ثاني لريال مدريد. مارسيلو استدت في المدافع، غيرت الطريق ووصلت للمرمى، غيرت الطريق. لكن ريال مدريد لا يغير طريقه اطلاقا عندما يتعلق الامر بدوري ابطال اوروبا. ريال مدريد لا يغير الطريق اطلاقا عندما يتعلق الامر بدوري ابطال اوروبا، بطولة المفضلة، بطولة المحببة. هذه الكرة الماضية العمل كان من الفرنسي كريم بنزيما الذي تقدم وحاول وارسل الكرة للزميل القادم من الخلف، سدد بقوة، اصطدت في المدافع تشيرفينسكي. نعم، اصطدت في المدافع تشيرفينسكي وكانت في الطريق بالتالي وخادعت حارس مرمى، والريال يتقدم بهدفين. دوري البولندي ترتيب الثاني عشر، يقابل المتصدر في الليغا ويقابل المتصدر في اوروبا ويقابل بطل المسابقة الماضية ويقابل صاحب الارقام القياسية. ضربة جزاء، يتقدم. جول يسجل ويقلص الفارق. نفس اللاعب رادوفيتش ميروسلاف هو اللي تسبب في ضربة الجزاء، هو اللي تقدم. لاعب القادم من بارتيزان واللاعب الذي بالمناسبة لعب في الدوري الصيني. هذا اللاعب عاد إلى أوروبا ويلعب الآن في دوري أبطال أوروبا. نعم، ويسجل في مرمى ريال مدريد، وهذا هدف تاريخي بالمناسبة لليجيا وارسو، لأنه أول هدف يسجل لهذا الفريق في البرنابيو، وهذا اللاعب هو من يدخل التاريخ. فرحة المدرب، 3 أهداف. والصدفة كل الصدفة أن رقم مميز آخر تحمل الرقم 500 للريال في كل البطولات الأوروبية. وصلت لي كريستيانو، التسديدة، جول ثالث. أسانسيو في مباراة الأولى في دوري الأبطال يسجل الهدف الأول ويعانق الدون. يشكر رونالدو لأنه هو من هيأ له الهدف الأول في دوري الأبطال في مباراة الأولى يسجل الهدف الأول ماركو أسانسيو، وبالتالي الآن ريال مدريد يتقدم ب3-1. إيثار كبير الكرة الماضية، فكر في الزميل، شوف استقبل الكرة والزميل كان منطلق وبالتالي وضع الكرة فقط على قدم الزميل. عينك على رونالدو عندما أعاد الكرة، وبالتالي كانت المهمة سهلة لأسانسيو الذي هنا يسجل في مباراة الأولى في دوري الأبطال، يأتي بالهدف الأول ويكون عنده مباراة وهذه المرة مع الكبير جدا زين الدين زيدان. محاولة قائمة وصلت الآن إلى الفارو موراتا، مر في الأولى ويحاول المرور في الثانية وتأتي العرضية وهذه خطيرة، تسديدة، البديل لوكاس فاسكيز يسجل الرابع. 4 أهداف للفريق الملكي، هدف رابع جميل في بداياته، جميل. العرضية جميلة كانت لأن العمل كان كبير من هذا اللاعب الفارو موراتا، لكن ربما المخرج يريد أن يقول لنا بأن 3-4 الهدف كان بعمل كبير جميل. انطلاقة واثقة من جانب الفارو موراتا اللي تقدم وجاء بالعرضية المثالية، وبعد ذلك
قدمه بهذه القوة. لوكاس فاسكيز كان بديلا ودخل إلى البرنابيو وسجل الهدف الرابع الذي من خلاله ريال مدريد يتقدم في هذه الأمسية الأولى. لا زال يستمر ينقل الكرة بالتالي وهذه خطيرة. جول خامس لريال مدريد يصنع كريستيانو ويسجل الفارو موراتا. اليوم الدون صنع لزميله اسانسيو وسجل، ويصنع الان لموراتا ويسجل. وهذه الكرة الماضية اللي فيها مرور من جانب كريستيانو رونالدو، بعد ذلك ارسل الكرة وياتي الفارو موراتا ويسجل بهدية من جانب الدون لان تكون الامور 5-1. هذا لما يقول لك عندما ترقص الجواهر، لان اي والله هم اغلى حتى من الجواهر.